اليوم نتواجد بساحة المامونية قرب مقر وزارة العدل من أجل تجسيد وقفة احتجاجية. كان من المفروض أنها تكون مسيرة احتجاجية من مقر وزارة العدل إلى مقر وزارة المالية، مسيرة وطنية دعت لها النقابة الديمقراطية للعدل بعد مسار طويل من يعني الاحتجاجات ابتدأ منذ شهر فبراير من هذه السنة عبر مجموعة من الإضرابات المتتالية، إضراب ديال 24 ساعة ثم 48 ساعة ثم 72 ساعة ليتوج بهذه المسيرة الاحتجاجية الوطنية. إذن هذه المسيرة التي تعرضت للقمع والمنع بدون أي مبرر، وهذا نعتبره في النقابة الديمقراطية للعدل تضييق على ممارسة حقنا، حق كاتبات وكتاب الضبط في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور المغربي وبموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. هذه المسيرة الاحتجاجية وهذه المعركة الوطنية التي تأخذها النقابة الديمقراطية للعدل من أجل مطلب أساسي وجوهري هو إخراج النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط. مع كامل الأسف تم المنع ديال المسيرة، الشيء اللي دفعنا أننا نحولها إلى وقفة احتجاجية. طبعا هذه المحطة تأتي في سياق برنامج نضالي تصعيدي اللي لجأنا له من بعد ما لمسنا عدم جدية الحكومة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة ديال هيئة كتاب الضبط، وأساسا منها المخرجات ديال الحوار القطاعي اللي امتد على مدى سنتين مع وزارة العدل، وتوصلنا فيه إلى توافقات يعني حول المراجعة ديال النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط. ولحد الساعة مازال ما كاينش موقف واضح من طرف وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، الشيء اللي كيدفعنا اليوم إلى مزيد من التصعيد إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة ديال هيئة كتاب الضبط. للاسف هذا الشكل الاحتجاجي السلمي ديالنا اللي هو المسيره تقابل بالقمع بالرغم من السلميه ديالو، واللي جا يعني بعد اضرابات متتاليه خاضتها النقابه الديمقراطيه للعدل من خلال المناضلات ديالها والمناضليها في يعني في شتى ربوع المملكه. وهذا القرار ديال التصعيد وخوض اشكال احتجاجيه جاء من بعد الالتفاف ديال الوزاره على الاتفاق ديالها مع النقابه الاكثر تمثيليه اللي هي النقابه الديمقراطيه للعدل، وبالتالي فاحنا قررنا نخوضوا برنامج تصعيدي اللي للاسف كما تنشوفوا اليوم تقابل بالقمع. البرنامج ديالنا هو مرهون بالقرار اللي غادي تاخذوا الوزاره واللي غتاخذوا الحكومه في هذه الايام المقبله بعد ان اذا تم اي اتصال مع المكتب الوطني او شيء من هذا القبيل. ربما لا كان شي موجه جداد راه غادي يكون من عند المكتب الوطني اللي لحد الان كنتظروا يكون هناك بلاغ بخصوص المنع ديال المسيره. وبالمناسبه انا كنتساءل بانه هذا القرار ديال المنع ما عرفتش ما عرفتش هذه الممارسات الديمقراطيه باقا كتمارس لحد الان، ما عرفتش شنو هو علاش قرار المنع.